فين الافران وازاي يكون ناجح معاكي وبتركات بسيطة جدا هتخليه طري زي اللي بره وما ينشفش منك نهائي. اهم حاجه تعملي الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد. اول حاجه هجيب معايا 4 كوبايات من الدقيق عليهم معلقه كبيره من الخميره. هبتدي اروح نازله بمعلقه وربع من السكر، عليهم رشه من الملح، عليهم 3 معالق من الزيت. كل المكونات هي دي، مش هنحتاج مكونات تانية خالص. وهنبتدي بقى ننزل بكوبايه ميه. انا استخدمت في الوصفه دي كوبايه وربع من الميه في نص كيلو. لو انت هتعملي كميه اكبر طبعا بتكتري الميه. ببتدي بقى ان اديهم تقليبه، وبعد كده بروح نازله عليهم هتك بتك كده بايدي ببتدي ان انا اعجنهم لحد ما تبقى معاكي بالقوام ده. ببتدي بقى ان انا اروح دهنها دهنه زيت واركنها كده براحتها. يعني بتركنها مثلا ربع ساعه نص ساعه، اول ما تخمر معاكي تبتدي تشتغلي فيها. بعد كده اول ما خمرت معايا هبتدي بقى ان انا اطلعها. بسم الله ما شاء الله، ده نص كيلو. هبتدي بقى ان انا اطلعه من البوله كده بتاعته وهنزله كده قدامي بقى اشتغل كده معايا على الرخامه. هبتدي بقى ان انا امسكها كده افردها حاجه بسيطه واروح برماها. وابتدي بقى ان انا اعمل الفينو بتاعي على حسب ما انت بتبقي عايزه. هو بيكون قد ايه؟ عايزه تعملي ميني فينو اللي هو الصغنن، او ممكن تعملي كبير زي اللي انا عملته. يعني انت بايدك تعرفي ان انت تظبطي الدنيا. ماشي. انا ببتدي كده ان انا اقطعه لحوالي 15 واحد. ماشي. ببتدي بقى ان انا امسكهم كده اكورهم واروح ركناهم على جنب. لو مش عايزه تكوريهم اركنهم على جنب كده، بس اهم حاجه تغطيهم بكيسه علشان خاطر ما ينشفوش، او تغطيهم باي فوطه قدامك. ببتدي بقى ان انا افردها كده قدام معايا. بعد كده بروح جايبه النشابه وببتدي ان انا اطولها حاجه بسيطه قوي. يعني ولا تخليها رفيعه قوي ولا تخليها خفيفه قوي، رفيعه قوي ولا تخليها تخينه قوي. انت بتخليها كده الوسط. ماشي. معلش ركزوا معايا في كل حاجه. انا ببتدي بقى ان انا الفها رول كده، وببتدي ان انا يعني اغزها كده في الاخر. يعني ببتدي ان انا اقفلها، بتقفلها كويس. بعد كده بقى بتجيب اي صينيه عندك او اي صاج، ما تدهنوش اي حاجه، وبتروحي جايبه اللي بعضها. انا هوريكم، بس انا هوريكم اول 2. ماشي. ببتدي ان انا افردها بالشكل ده وبالنشابه، وبتفرديها بتطوليها كده من قدام بس حاجه بسيطه ومن الناحيه دي. وما تخافيش على فكره، هيخمر معاكي وهيبقى فل لو هوريكي دلوقتي. يعني ما تخافيش ان هو صغير ولا اي حاجه، لا، هو عادي الفينو بيكون صغير بس مع الخميره بيتفاعل. ماشي. ببتدي بقى ان انا ارسهم كده. انا الصراحه حبيت ان انا ارسهم كلهم في الصينيه دي، مش عارفه جت معايا ان انا ارسهم كلهم. بس انت لو عايزاه يكون متقفل من كل حاجه ماشي، وما يكونش لازق مثلا في بعضه، بتبتدي ان انت تحطي في كل صينيه او طاسه، بتروحي حاطه فيها حوالي 3. ماشي. ببتدي بقى ان انا خلاص كده اهم بعد ما خمروا سبتهم برضو حوالي ربع ساعه كده ولا تلت ساعه. واول ما خمر معايا بدهن بقى دهنه زيت بس. انا ما بحطش غير زيت. لو عندك لبن حطي، ما عندكيش خلاص. ماشي. بديها دهنه زيت واروح حطها بقى على الفرن على درجه حراره 150. ماشي. درجه حراره 150 يا دوبك. بتولعي من تحت، واول ما تلاقيه ان هو اخد لون صغنطوط خالص من تحت، بتبتدي تروحي مشغله من فوق لمده 5 دقايق. اول ما ياخد معاكي لون بتروحي مطلعاه على طول، وتروحي مدياله وش دهنه زيت. واقول لك بقى تركايه اللي انت تخلي بالك منها كويس. اول ما بتطلعيه من الفرن وتدهني دهنه الزيت، بتبتدي ان انت تغطيه لمده 10 دقايق لحد ما يهدى براحته. ماشي. انا وريته لكم برده هو سخن على فكره، كانش لسه برد قوي. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين القعر بتاعه عامل ازاي، وشايفين الكميه اللي انا عملتها من نص كيلو. الله اكبر. طبعا لو انت هتشتروه من بره، يعني انتوا عارفين الستة ب10 جنيه، يعني دول حوالي ب20 جنيه او 25 جنيه، يعني وفرنا برضو. ماشي. طبعا اهم حاجه تنسينيش في اللايك الحلو، وتقولي طبعا تسلم ايدك. كانت معاكم ياسمين عبد الناصر. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد. وبحبكم في الله، والله العظيم بحبكم جدا، وبحب كل البنانيت اللي بتخش تعلق لي تعليق حلو. واشوفكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.